تخيل عالم الشرف فيه أهم من الحياة، والسيف مش مجرد سلاح، ده رمز للكرامة والقوة. في اليابان كان في محاربين اسمهم الساموراي، عاشوا بقانون صارم وحاربوا علشان الولاء والشرف، وكتبوا تاريخ لسه عايش لحد النهاردة في الأفلام والأنمي والثقافة العالمية. تعال نرجع بالزمن ونعرف حكاية الساموراي من بداية ظهورهم لحد ما بقوا أسطورة. الساموراي أو البوشي هم أسماء بتتقال على المحاربين القدماء في اليابان. كلمة ساموراي معناها حرفياً الشخص اللي بيخدم غيره. في الأول كانت بتتقال على الحرس اللي بيحموا القصر الإمبراطوري، وبعد كده بقت تشمل كل المحاربين في اليابان. أول مرة الكلمة اتذكرت كانت في كتاب شعر قديم اسمه كوكين واكاشو حوالي سنة 905 ميلادية. الساموراي كانوا طبقة وراثية، يعني المهنة بتتورث، وكان ليهم مكانة عالية جدا في المجتمع. كان مسموح لهم يلبسوا سيفين وليهم امتيازات خاصة، وكانوا ملتزمين بقانون شرف اسمه بوشيدو، بيعتمد على الشجاعة والولاء وتحمل الألم وعدم الخوف من الموت. ومن أشهر طقوسهم حاجة اسمها الهاراكيري، وده انتحار شرفي لما المحارب يحس إنه فقد كرامته. ناس كتير بتلخبط بين كلمة بوشي والساموراي، بس في فرق بينهم. البوشي ظهروا حوالي سنة 1185 ميلادياً، وكانوا محاربين حقيقيين في زمن الحروب والفوضى. كانوا دايماً لابسين دروع تقيلة، وحياتهم كلها معارك وقتال، وكان هدفهم يوسعوا نفوذ العشيرة بتاعتهم. الساموراي ظهروا بعد كده حوالي سنة 1615 ميلادياً، وكانوا أقرب لرجال أمن أو شرطة. كانوا بيلبسوا كيمونو خفيف وبيخدموا سادة كبار، الشوجن والدايميو. دورهم الأساسي كان حفظ الأمن وإدارة الأراضي، مش القتال المستمر. في فترة اسمها نارا كان المحاربين بيتسموا مونونوفو. بعد كده في فترة هيان ظهر اسم بوشي. الساموراي في الأول كانوا مجرد حرس إمبراطوري في كيوتو، لكن مع ضعف السلطة المركزية وزيادة الصراعات المحاربين بقوا القوة الحقيقية في البلد. عشائر كبيرة زي ميناموتو وتايرا دخلت في حروب ضخمة، وفي سنة 1185 انتصرت عشيرة ميناموتو وظهر نظام الشوغونية، وابتدى عصر حكم المحاربين رسمياً. اليابان دخلت فترة طويلة من الحروب بين المقاطعات، وكل حاكم كان بيحاول يسيطر على أكبر مساحة ممكنة. القوي كان بيكسب والضعيف بيختفي. الفترة دي كانت مليانة دم وصراعات، لحد ما توحدت اليابان على إيد 3 قادة كبار. من سنة 1603 لحد 1868 اليابان عاشت فترة استقرار كبيرة. هنا دور المحاربين الحقيقيين قل، وظهر الساموراي كرجال أمن وموظفين حكوميين. سابوا الدروع التقيلة ولبسوا الكيمونو، وفضل معاهم بس السيفين، الكاتانا والواكيزاشي. الدولة كانت بتديهم مرتبات على هيئة أرز بدل الفلوس. كتير منهم اشتغلوا في التعليم والتجارة والإدارة، وابتدوا يركزوا أكتر على القيم الأخلاقية والانضباط. في الفترة دي اتنظم قانون البوشيدو بشكل رسمي، وبقت زهرة الكرز رمز للساموراي. في عصر ميجي سنة 1871 الحكومة لغت طبقة الساموراي رسمياً، ومنعتهم من حمل السلاح، وسحبت منهم الامتيازات. الدولة حاولت تدمجهم في المجتمع الجديد كموظفين ورجال أعمال. رغم إن دورهم العسكري انتهى، إلا إن أحفاد الساموراي كان ليهم دور كبير في بناء اليابان الحديثة. منهم طلع رجال أعمال كبار ومؤسسين شركات وبنوك، وساهموا في تحويل اليابان لقوة صناعية. قيم البوشيدو زي الالتزام، الإخلاص والاجتهاد انتقلت للشركات والمدارس، ولسه مؤثرة في الثقافة اليابانية لحد النهاردة. وكمان الإعلام والأفلام والأنمي ساعدت في نشر صورة الساموراي حوالين العالم. الساموراي ممكن سيوفهم اتحطت، بس مبادئهم لسه عايشة. الشجاعة، الالتزام والولاء سابوا أثر كبير في تاريخ اليابان، ولسه قصتهم بتلهم ملايين الناس حوالين العالم. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير،
وقول لي تحب نتكلم عن إيه المرة الجاية.